إنه الأمير المحبوب مولاي الحسن بن محمد السادس بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد. سمي بالحسن تيمنا بجده الملك الحسن الثاني، ويشتهر باسم مولاي الحسن وسمية سيدي. هو أصغر ولي عهد في العالم، له من جده نصيب اسمه كما يردد الكثيرون: عينان تتقدان ذكاء، المعي، فطن وسريع البديهة. شخصية قوية تجمع بين الجدية والصرامة، إلى جانب امتلاكه حس دعابة راق يجعله يكسر أحيانا بعض البروتوكولات الرسمية. يرافق والده الملك محمد السادس في كثير من الزيارات والمناسبات الرسمية داخل المملكة وخارجها، وينوب عنه في حضور بعض المناسبات الدولية، على غرار تمثيله في 30 من سبتمبر 2019 في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك التي أقيمت في كنيسة سان سولبيس. كما حضر في قصر الإليزيه في نفس اليوم مأدبة غداء أقامها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا مراسم التشييع. شخصية قيادية صلبة وفذة بحضور بارز وصفات كاريزمية تشد الأبصار وتعكس مكانة ولاية العهد داخل أركان الدولة ونظام الحكم، كتجسيد لاستمرارية العرش العلوي واستقرار المملكة وتماسكها عبر التاريخ. تلقى الأمير مولاي الحسن تعليمه الابتدائي في المدرسة المولوية، درس إلى جانب التربية الإسلامية والقرآن الكريم الذي حفظه كاملا العديد من البرامج الدراسية كالفلسفة وتحليل النصوص والتاريخ والجغرافيا والنحو وتاريخ الأدب والترجمة واللغات الحية والعلوم والرياضيات، اعتبارا للمهام التي سيقوم بها في خلافة والده في حكم البلاد ورعاية الأسرة الملكية، فضلا عن خضوعه لتكوين معرفي ونفسي دقيق. وفي يوليو سنة 2019 أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن حصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن على شهادة بكالوريا الدولية في تخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية بميزة جيد جدا. وكما قال جلالة الملك محمد السادس وقبله والده الراحل الحسن الثاني: الإعداد للاطلاع بمهمة الملك لا يخضع لتوقيت ولا لعطلة. لذلك ومباشرة بعد إتمام الأمير مولاي الحسن دراسته الثانوية التحق بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية FGSES بتكنوبوليس الرباط في أكتوبر من عام 2021، وهي الكلية التابعة لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات EMCSP ببنغرير، التي تتيح لطلابها دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم السلوكية والاجتماعية للسياسات العامة والعلوم الاقتصادية والانفتاح على أعلى الوظائف والإدارة والأعمال والمنظمات الدولية، أو حتى استكمال البحث العلمي والأكاديمي. مؤسسة تعتمد نموذجا للتعليم والبحث موجه بشكل كلي نحو الابتكار والتجريب. الأمير مولاي الحسن يجيد إلى جانب اللغتين العربية والأمازيغية التحدث بطلاقة بكل من الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. الأمير مولاي الحسن عاشق للسينما والمسرح، إضافة إلى ركوب الأمواج، كرة السلة وكرة القدم، السباحة والتزلج على الجليد.